يلا نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة عاجلة بعنوان حاكم سوريا الجديد واستغاثة عاجلة لإنقاذ آلاف الأرواح ووقف الحرب في غزة. 3 موضوعات، تمام؟ هناخد منهم موضوعين بسرعة علشان الموضوع الأهم وهو المتعلق بأرواح الناس. أتمنى أن احنا ناخد الكلام على محمل الجد ونتحمل مسؤوليتنا في توصيل اللي هيتقال ده بأسرع ما يمكن. تمام؟ طيب، بالنسبة لموضوع حاكم سوريا الجديد محمد البشير، هوريكم صورته حالا. حاكم سوريا أو المكلف بتشكيل الحكومة السورية. لحظة واحدة، للأسف الصورة موجودة على الصورة المصغرة. الصورة موجودة على الصورة المصغرة، تمام؟ وهي دي الصورة. معلش حضرتك، هو ده محمد البشير، شاب يعتبر مواليد 83، وهو كان رئيس حكومة الإنقاذ اللي كانت المفترض بتحكم إدلب، يعني في المنطقة المحررة فوق في الشمال. وهو دلوقتي اللي تم تكليفه رسميا بتشكيل حكومة سورية لفترة الفترة الانتقالية اللي جاية، اللي هي حوالي 1.5 سنة، والمفترض انها تبدأ النهاردة تتشكل. طبعا الكلام اللي بيحصل ده مش هيعجب الناس اللي كانت بتقول والارهابيين جايين يحكموا ومش عارف ايه، والكلام الفاضي اللي كان بيتم ترويجه لتخويف الناس من التحرير من تحرير سوريا، باعتبار ان اول ما بشار وقع فالارهابيين جايين يحكموا، الكلام الفاضي اللي كان بيتم تمريره. في الحقيقة انا توقعت ده من الاول خالص، وقلت كمان ان مش من الصائب ومش من الصح ان محمد الجولاني اللي هو احمد الشرع، ابو محمد الجولاني اللي هو احمد الشرع اللي هو قائد جبهة تحرير الشام، المفترض انه يبتعد وياخد خطوات لورا فيما يتعلق بالادارة السياسية. ليه؟ لان باختصار شديد جدا لن يسمح العالم بطالبان جديدة في سوريا. دي حسابات سياسية يا جماعة، وهنا ما فيهاش انت مع ولا ضد. انا هنا بحلل الموقف بشكل سياسي، وده اللي حصل على ما يبدو، ان بدأت تتشكل حكومة مدنية، طبعا بخلفية اسلامية والكلام ده كله، بس اللي هو التيار الاسلامي السياسي يعني. لكن انا بتكلم على انها في النهاية حكومة مدنية خالصة، هتضم عدد من الوزراء من كافة الاطياف، والمفترض انها تحكم حوالي 1.5 سنة. غالبا هتلقى دعم الجميع يعني دوليا. وكمان في خبر النهاردة، الحكومة الامريكية اعلنت انها بتدرس رفع اسم اللي هي جبهة تحرير الشام من قوائم المنظمات الارهابية. دي حاجة كمان حصلت، واحنا هنا بنتكلم على توافقات بتحصل في سوريا. تمام؟ قصة اللي هو التقسيم المطلق والكلام ده، العملية مش سهلة قوي ومش بسيطة، وحكاية ان اسرائيل عايزة ما تعوز ولا تولع بجاز. احنا القصة في النهاية خالص ان الامور دي ممكن اللي قدامك يكون عايز حاجة، لكن مستحيل على ارض الواقع تتنفذ بالبساطة اللي بعض الناس بتتخيلها. في كمان حاجة احنا اتكلمنا فيها امبارح ومستمرة حتى الآن، وهي استغلال إسرائيل لفترة الفراغ السياسي في الحكم، الفراغ الدستوري في سوريا، وبتحاول دخلت الأول، خدت المنطقة العازلة، ودي منطقة بعمق 200 بالظبط كده، كلها 235 كيلو بعمق 14 كيلو داخل الأراضي السورية بعد هضبة الجولان المحتلة. وتقول انا باخد ده عشان امن نفسي، انا سنة خايفة. وطبعا مش ده بس، بدأت تقصف اماكن ومطارات وكلام زي كده من امبارح شغالة، والنهاردة برضو عملت نفس القصة. المشكلة في ايه؟ ان ولا حاكم عربي النهاردة طلب مثلا جلسة عاجلة في مجلس الامن عشان يوقف الاجرام الاسرائيلي. وفي نفس الوقت فيه ناس حرفيا معتيه داخلين بيتكلموا على اساس ان الجماعه المعارضه في سوريا يعني والبتاع، انتوا ما حررتوش الجولان، انتوا مش عارف ده، على اساس انه احنا بقالنا 24 ساعه مثلا، انتوا ما عملتوش، ما حررتوش الجولان، ما ضربتوش، ما حررتوش القدس، ما عملتوش، ما رحتوش كمان حررتوا على سبيل المثال السودان من الدعم السريع، ما عملتوش ده كله في ال 24 ساعه يا خونه يا وحشين يعني. ده الخبل اللي هتسمعه كتير في معاتيه. المشكله ان انت دلوقتي امام فتره انتقالية، المفترض انها تتحمي بمين؟ باللي عايز سوريا تستقر،
باللي عايز سوريا فعلا تكون واحدة بدون ما يحصل فيها الكلام ده، بالنظم العربية المفترض اللي هي مستقرة في الأول، يعني تتحرك النهاردة في إطار إنها تحمي الفترة دي، تحمي سوريا الفترة دي من الإجرام الإسرائيلي. الرجالة طبعا ما يقدروش يتكلموا، ليه؟ لأن هم نايمين على بطونهم، مفيش الهوى، وطبعا الإجرام شغال، وبالتالي بتسمع نعيق وصراخ اللجان من اكتر من مكان ومن اكتر من نظام، وانتوا عملتوا. وبشار طبعا انا ما اعرفش، يعني حضراتكم اللي تابع واللي ما تابعش يتابع، ويا ريت ما ندفنش راسنا في الرمل زي النعام. في صدمة كبيرة جدا حاصلة في العالم بسبب معتقل صدنايا، وهو احد اوسخ والعن المعتقلات في العالم. ده فاق كل شيء، مناظر مرعبة، مناظر تجيب انهيار عصبي، لكن واجب علينا ان احنا النهاردة لازم ننشر ولازم نوصل الحقيقة للناس غصب مهما كانت موجعة ومهما كانت مر. وعشان كده هنتقل بسرعة من محمد البشير وحكومة الانقاذ لموضوع غزة، وبعدها هنتكلم في موضوع التاني اللي احنا اتكلمنا فيه. اللي حصل ان خلال الساعات اللي فاتت، وانا هقرا لك الخبر يعني دلوقتي حالا، خلال الساعات اللي فاتت مصادر خاصة للتلفزيون العربي: حماس سلمت مصر قائمة المحتجزين الذين سيفرج عنهم في المرحلة الأولى لاتفاق الهدنة. فده معناه ان الاتفاق خلاص أبرم، وان في خلاص اللي هم الأسرى بتوع الكيان اللقيط هيبدأ يفرج عنهم على مراحل، ممكن مرحلتين أو 3 حسب اتفاق تم إبرامه فعلا وبدأ التنفيذ. فبناء على القائمة اللي اتسلمت من حماس لمصر، فكده اتفاق الهدنة أو اتفاق وقف إطلاق النار، وقف الحرب بدأ. هي مبدئيا إن شاء الله يعني ربنا ييسر الحال والأمور تمشي ونخلص من كابوس الإجرام الصهيوني حقنا، مع ان الصهاينة مش هيتوقفوا. الصهاينة بيقفلوا حتة وبيفتحوا حتة ومش هيسيبوا حد في حاله. حتى الناس اللي هي بتماين معاهم دلوقتي وبتعتبر ان هي يعني بنبطحها معاهم ولا بالكلام الطري، اسرائيل يعني هتعمل حسابهم وكلام زي ده. طيب تاني يا جماعة معلش، اللي موجود معانا اقل من خمس اللي موجود معانا بيبذل مجهود عشان يشير. المرة دي بالذات ده مش فيديو عشان حضرتك تسمعه، اللي جاي ده دي رسالة ومسؤولية عليك وعليا، لازم نوصل الكلام بشكل سريع، لان فيه ما يقارب من 25,000 معتقل النهاردة ارواحهم على المحك. تفرق ساعة، تفرق دقيقة والله. وطبعا اليوتيوب كالعادة لو في حد بيرقص ولو في حد طالع بيعرس هيوصلوا هيدخلوا كده على السراير بتاع الناس، لكن حد يتكلم في الحقيقة مثلا او يقول يعمل بدور على سبيل المثال محترم، لا مش عايزينكم انتوا. ملعون ابو دي منصة. عموما انا معاكم دلوقتي عشان فيه مستجدات كتير حصلت، ومن شوية انا عرضت فيديو مهم جدا جدا. الفيديو ده كان بعنوان، لو حضرتك شفتوا فيديو مش بس، كنت العنوان بتاعه انشر في كل مكان بأسرع وقت ممكن الناس بتموت، هام وعاجل جدا. والفيديو ده كان فيه جوه الفيديو فيديوهين. فيديو الواحد اسمه جميل الحسن، صحفي واعلامي تبع الثورة السورية، بيتكلم على الكارثة البلوى السوداء بتاع معتقل صيندايا، تمام، صدنايا. المهم والله ربنا ينتقم من المجرم ابن المجرمين. بشار عامل كارثة. المعتقل ده يا جماعة فيه يعني على الورق الاسماء اللي جوه 25,000. اما جم فتحوا السجون وطلعوا الناس وبتاع، اللي طلع كل اللي طلع من المعتقل ده 300. يعني فيه اقل من 25,000 ب 300 موجودين تحت الارض. المشكلة مش في كده، المشكلة انهم كانوا شايفين اللي موجودين دول على الكاميرات، وكان في كهرباء، معناها ان كان الشفاطات بتاع الهواء والكلام ده كان شغال،
وكله كان شغال. ولاد حرام من اتباع بشار كانوا مفخخين المحولات بتاع الكهرباء والمولدات، وفخخوا الدنيا وراحوا ايه، وكمان بوظوا الهاردات اللي هي كانت بتشيل تسجيلات الكاميرات، فراحوا قاطعين الكهرباء وفي نفس الوقت دمروا الكاميرات والهاردات والكلام زي كده. ليه؟ علشان مش بس معتقل، ده مش بس معتقل، ده فيه يعني مقابر جماعية جنبيه، فيه بلاوي سودة متوثقة. المعتقل ده عشان انت مش فاهم، فيه انواع جديدة جدا من اساليب يعني القتل. فيه مكبس حديد بيتحط فيه المسجون يتكبس ويطلع زي الورقة البقايا بتاعته، ده من ادوات التعذيب والقتل. فيه بلاوي سودة كان بيتحبس فيه كله. فيه ناس محبوسة طالعة فقد عقلها. انت بتتكلم على ناس وصل فترات الحبس ل 43 سنة واكتر من 43 سنة. فيه بلاوي سودة، بلاوي سودة ما فيها، اقسم بالله لو هنقعد يا جماعة. وطبعا احنا لو جبنا فيديوهات انا هسيب الرابط بتاع حسابي على تويتر الوحيد اللي سامح دلوقتي ان احنا ننشر البلاوي دي. ادخلوا على الحساب عندي هتلاقي توثيق ورا بعض لفيديوهات مرعبة من جوه، بلوى سودة. المهم الكارثة دلوقتي في ايه؟ في ان الناس كانوا شايفين في الكاميرات عدد كبير جدا من الزنازين وعارفين على الورق ان فيه هنا 25,000 معتقل، وسامعين اصوات ومش عارفين يدخلوا للناس دي. وبالتالي فيه مداخل سرية، والمداخل غير المخارج، يعني اللي تدخل الباب اللي تدخل منه ما تعرفش تطلع منه. وبالتالي طبعا مين اللي عمل الكلام ده؟ اللي عمل الكلام ده المهندسين بتاع سلاح المهندسين في روسيا 2009 قبل الثورة، لما كانوا متوقعين ان هيحصل بتاع، فراحوا جايين عاملين السجون دي كلها خدمة لبشار عشان يحموه. الروس ولاد الكلب الانجاس، اللي بعض الناس بيقول لك روسيا وهتدعم، روسيا هي اللي عاملة السجون دي بكلابها علشان تحمي كلبها المسعور، اللي في الاخر خالص خدته وادت له لجوء، وبتقول لك من يعني عشان حالات الانسانية. سوريا النهاردة الحمد لله كلها حرة، واللاجئ الوحيد فيها ابن الحرام ده. عموما خليكم معايا لو سمحتوا قوموا واجبكم. انا مش يا جماعة احنا مش بنتكلم في فيديو وبس والكلام الفاضي ده كله. النهاردة احنا بنتكلم لان انا طالع دلوقتي مخصوص علشان اللي بعد الفيديو ده فيه بدأت ناس الحمد لله من الشباب بدأوا يدخلوا وقالوا معلومات. الفيديو اللي فات اللي انا حكيت عنه اللي قبل ده على طول كان فيه معلومات من احد الضباط المنشقين على ابواب سرية، منها باب داخل فرن وباب في المطبخ بتاع السجن. تمام؟ دلوقتي المساجين دي من ساعة ما حصل والشباب دخلوا دمشق ودقم الكلاب السجانين هربوا، للأسف لا أكل لا شرب لا لا لا. بصوا أنا هوريكم منظر، معلش اتحملوه شوية عشان بس تعرفوا الكارثة واصلة لفين. بصوا كويس جدا على الصورة دي، بصوا شايفين الزنزانة عاملة ازاي، شايفين القبر ده مقفول عليه تماما من فوق ومن تحت، مفيش أي حاجة خالص. شايفين المنظر، الولد اتخض لما شاف النور. ده احد المناظر. ده الشاب ده كان في اخر سنة في طب، طلع بقاله 13 سنة من ساعة ما طلع مرجعش. امه فقدت بصرها وكانوا بيموتوا كل يوم. الشاب ده طلع لا عارف اسمه ولا عارف هو مين، طلع فقد كل شيء، مش بس فقد مستقبله. فيه بلاوي سودة يا جماعة. انت بتتكلم في مكان واحد من عشرات بل مئات السجون والمعتقلات اللي لسه ما نعرفش عنها حاجة لحد دلوقتي. كم الجرائم ما طلعش منها الا 1 في 1000. فاللي انتوا بتشوفوه ده 1 في 1000، لا اكتر، 1 من عشرات الالاف. بقول لك مكان واحد فيه 25,000 بني ادم النهارده، لا اكل ولا شرب ولا ميه ولا هوا ولا اي حاجه، بيموتوا كل ساعه.
وعلى فكره الناس اللي داخله بتقول طب ما الجماعه الثوار ويروحوا المعارضه، عملوا كل حاجه، عملوا كل حاجه حرفيا. اللي عامل المكان ده بيعمله علشان لما النظام يقع الناس اي حد جاي ما يعرفش يوصل للمعتقلين، فهو عامل ده قاصد. تمام. ما لهاش الا حل واحد، ولاد الحرام السجانين اللي باقي منهم طبعا، اللي رجع ولا اللي تراجع وعمل ماشي حلو، لكن هم دلوقتي بدأوا يعملوا ايه؟ يعني بسرعة بدأوا يتعرفوا على السجانين وبدأوا يجيبوا منهم ناس. مش كل السجانين عارفين المداخل السرية، مش كل اللي دي اقسام، دول سجنين وتحتيهم نفق وشغلانة بنت كلب منهم. هديكم مثال صغير عشان بس تعرف ده، عشان انا بحاول زي ما قلت لك بشار كل ده. دي رسالة من احد الناس من ضمن الحاجات. اسمعوا كده. انا سجنت بسيدنايا من 2004 ل 2008 بسيدنايا في سجن سري تحت الفرن، بتوصل على الفرن، في عايدك اليسار عمود، من العمود بينكبس زر بقلب العمود بينفتح البلاط، تحت البلاط في 30 درجة تحت الأرض. هذا السجن السري الموجود. نزلني عليه رقيب من حماه وقت اللي كنت أنا مسجون بحجة صخرة، ولهلا أنا بتسكر المطرح. انا ما اعرفش سمعتوه ولا لا، لكن هحاول تاني معلش يا جماعه عشان لازم الكلام ده يوصل لناسه. خليكم معايا لحظه واحده، هحاول تاني اشغل المقطع ده. معلش تحملونا، احنا دلوقتي على الهوا ولازم نحاول نعمل اللي نقدر عليه. يا ريت اللي موجود معانا يشير. لازم الكلام ده يوصل لحظه واحده، لناسه. خليكم معايا لحظه واحده. انا اسف، انا فتحت حاجه غلط. لحظه واحده، هنروح تاني للرساله عشان انا بس قفلتها لان الصوت ما كانش واضح كويس. هروح تاني. السلام عليكم، مرحبا خالد. للاسف هو انا ماهر شاهين ابن عمو لابو سطيف. انا سجنت بسيدنايا من 2004 ل 2008 بسيدنايا في سجن سري تحت الفرن، بتوصل على الفرن، في عايدك اليسار عمود. ثواني هنشغله من هنا. العمود بينكبس زر بقلب العمود بينفتح البلاط، شغله من عندي من هنا. في 30 درجة تحت الأرض. هذا السجن السري الموجود. نزلني عليه رقيب طيب. من حماه. في حاجة تانية كمان. الولد ده المساعد ريما طريفي، اوكي، بص هذا اللي بيعرف هون بلغ عنه مساعد سجن سيدنايا. فورا بدنا دي اسماء السجانين. الناس عم تختنق تحت الارض، وهذا الجحش مساعد محي الدين اسعد من القرداء اللي بيعرف عنه كمان بلغوا عنه. ماشي، الناس تعرف وين هو بهلا، وكل في 100,000 واحد سوري تحت رح يموتوا. اوكي، يلا شباب اتكلوا على الله. تمام. في عندنا طبعا مش ده بس، انا هشغل تاني رسالة اللي هي الاخ ده بيوصف السلام عليكم، مرحبا خاي. انا ماهر شاهين ابن عمو لابو سطيف. انا سجنت بسيدنايا من 2004 ل 2008 بسيدنايا في سجن سري تحت الفرن، بتوصل على الفرن، في عايدك اليسار عمود، من العمود بينكبس زر بقلب العمود بينفتح البلاط، تحت البلاط في 30 درجة تحت الأرض. هذا السجن السري الموجود. نزلني عليه رقيب من حماه وقت اللي كنت أنا مسجون بحجة صخرة، ولهلا أنا بتسكر المطرح. بصوا يا جماعة، ثواني خليكم معايا لحظة واحدة. ده طيار رغيد التتري في مجزرة حماه، رفض انه يضرب الناس بالطيران. اتسجن بقاله 43 سنة، 43 سنة في السجن. طلع، شايفين الشكل ده؟ لحظة هشوف اوريهولكم بس، ثواني عشان بس اقفل الصوت. خليكم معايا لحظة واحدة. انا بحاول اجيب لك الشكل دلوقتي بتاعه. للأسف هو طبعا هنا التقرير كله، انا هسيب لكم الرابط بتاعه. تمام اهو، ده شكله بقى دلوقتي. دخل السجن زي ما انت شفتوا كده، شاب طلع زي ده 43 سنة. مفيش، بصوا مفيش كلام، مفيش اي كلام.
انا من امبارح في صدمه. يعني انا عارف ان ده ان بشار مجرم وابوه مجرم، عارف، لكن انا مش متخيل ان في بشر على وجه الارض يعمل الكلام ده. احنا كنا طول الوقت بنقول اكتر جرائم ومش عارف ايه وجرائم العالم والحرب العالميه الثانيه وهتلر يا باشا كل اللي حصل زمان ده انساه. انا مش عايز اوريك منظر المكبس الاعدام بالمكبس. انتوا متخيلين يا جدعان؟ يا ساتر يا رب، شيء مفزع. دلوقتي احنا مع بعض كده هحاول معاكم عشان في ناس علقت بمعلومات هقولها، منهم اخ اسمه سمير حسن علق بتعليق مهم. خليكم معايا عشان نقرا التعليق بتاعه لانه هو مهم جدا. لحظة واحدة هنا هقراه من الكمبيوتر افضل. طيب هو كان كتب تعليق بسرعة وبعد كده عاده. بيقول ايه؟ ارجو مشاركة المنشور لانقاذ ارواح الابرياء، سجن صيدنايا. رسالة وصلتني الى بريد الصفحة، ارجو مشاركتها لانقاذ الابرياء قبل فوات الاوان. اي حد بمحيط صيدنايا يبلغ فراس او شباب يلي معه اذا بدهم يفوتوا على الثلاث طوابق يلي تحت الارض، يفوت على الفرن اللي خلف السجن، في باب بيدخلهم على الطوابق الارضية، ضروري توصلهم هالمعلومة. واذا ما عرفوا الباب في زلمة من الضبعة بيدلهم عليه بالضبط. تمام. رسالة تانية، ارجوكم يوجد سجون في المكان الذي تم تفجيره اليوم في كفر سوسة. دي كمان سجون تانية بقى. في هذا المكان تحت الارض 4 طوابق بالتحديد تحت مبنى ادارة المخابرات، تضم الاف المعتقلين. يوضع ويتصوروا على الانسان. وسجن صيدنايا طبعا ليس الا نقطة ببحر هذه المعتقلات، ولا انصح بمشاهدة صورهم اذا خرجوا سالمين. انا كنت مسجون هناك. اوصلوا هذه الرسالة. رسالة ثالثة، في جبل قسيون نفق سري تعبر فيه سيارات رئاسة الجمهورية، يمتد الى من الملك الى داخل الجبل وصولا الى القصر الجمهوري، وهناك مهبط طائرات داخل القصر الجمهوري. سجن كبير في كفر سوسة تحت مبنى ادارة امن الدولة. تمام. السجن كبير جدا يمتد من اول مفرق البرامكة وصولا الى اوتوستراد المتحلق الجنوبي، وفي داخله الاف المعتقلين. 3. سجن باب مصلي تحت البحرة بالضبط، او هو كاتبها البحر، ممكن تكون البحيرة، انا معرفش هي البحر ولا البحيرة، الشباب في سوريا يدلونا يعني بالضبط. يتم الدخول اليه من مبنى الامن الجنائي. السجن كبير جدا يمتد من اسفل مبنى الفرع وتحت ساحة باب مصلي واسفل المسجد او مصلي. تمام. عند الدوار فيه 14 معتقل سياسي من اهم المعتقلين تم وضعهم هناك للتمويه. سجن في مبنى الايتام المواجه لادارة امن الدولة وفيه نساء فقط. سجن كبير بالقرب من جراج السومرية داخل مكتب امن الفرقة الرابعة، يتواجد فيه اكثر من 1700 معتقل وبينهم 86 امرأة و22 طفل. سجن في الصبورة داخل اللواء 41 فرقة رابعة فيه 900 معتقل. عند دخول مطار المزة العسكري هناك سجون تحت المباني الإدارية وفيها الطائرات، فيها نقل الطائرات، وهناك سجن فيه ما يقارب 2000 معتقل. المربع الأمني في كفر سوسة يضم 9 أفرع أمنية وكل فرع به سجن طابقين تحت الأرض، وتصل هذه السجون مرتبطة ببعضها من كفر سوسة شارع التوجيه إلى تحت مبنى القضاء العسكري وكلية الآداب والطب وأسفل مشفى الأسد الجامعي. هناك ما يقارب 7000 سجين. الكلام اللي احنا بنقوله ده يا جماعة لو سمحتوا لازم يوصل بأسرع وقت ممكن لأكبر عدد ممكن. احنا مش بنتكلم بقى على معتقل واحد بس بتاع صيدنايا والمعلومات كده. صيدنايا المدخل الأساسي في اللي هو المكان اللي عند الفرن ده اللي هو ذكروه أكتر من مصدر ذكر المكان ده بالذات، وهناك فيه المفترض زرار في عمود بيفتح بلاطة كبيرة، هي دي المدخل بتاع السجن.
حاجه بقول لك فيلم رعب، فيلم رعب احنا عايشينه والله. المشكله ان الناس بتموت حرفيا دلوقتي. 25,000 بني ادم تحت. في حد تاني كمان، ثواني خليكم معايا لحظه واحده. في شاب اسمه ذا بيست بيقول منقول عن احد المعتقلين: كنت مسجون سابقا بصيدنايا بعرف دخلات السجن من سينما خلف سجن صيدنايا يبعد 1 كيلو. يا نهار اسود. بعرف دخلات السجن من السينما خلف سجن صيدنايا يبعد 1 كيلو متر عن السجن يوجد معتقل سري تحت الارض، وعند الباب الغربي اسفل جناح الجيمات باب المشانق سابقا يوجد نفق سجن السواليل، وباب جناح باليسار جنب درج الطابق الثاني في باب بيودي على سجن الخنافر. وبجانب طبعا الكلام ده انا هحطه كله في التعليقات تحت الفيديو عشان بس يبقى الناس تقراه يعني. بجانب الندرة سابقا فرن الخبز في الطابق الارضي فيه باب مستودع الطحين يؤدي على السجن الابيض. مدخل القسم الاحمر من مستودعات المازوت مدخل سري. لا حول ولا قوة. اخي من عند مدخل الحراقات مكان ريحته مازوت. هون بتدخل للطوابق الارضية ويجب ان تسرعوا لان التربونات مطفأة، يعني مفيش هواء رايح لهم على المساجين، وما بيصير يتنفس اكسجين وهيك بيغمى على الناس، بيغمى ويتخنقوا للاسف. منقول من ابو هاشم المختار معتقل سابق من 2014 اللي بده يعرف باب سجن صيدنايا تحت الارض، الباب ينزل تحت الارض موجود بمطبخ السجن كله كده، بيأكد ان المطبخ هو مدخل ده. اخر المطبخ فيه باب صغير يوصل لتحت. الباب ده عشان تفتحه من للاسف زرار في عمود، اخر عمود على الشمال حسب رواية الاخ اللي احنا جبنا الرسالة بتاعته. تمام. شاركوا المنشور، الناس بتحاول تساعد، وزي ما قلتوا في محاولات، كله بيحاول كل الطرق اللي ممكن تتخيلها. الناس حاولت بتكسير، حاولت بان هم يفتحوا من فوق، مفيش الكلام، مش جايب يا جماعة الكلام ده. اجهزة الاستشعار والكلام زي كده، انت بتتكلم في بلد لسه بتنتقل والوضع مش زي ما انت فاهم. امور صعبة جدا، واحنا امام كارثة دلوقتي. ربنا سبحانه وتعالى ينقذ ارواحهم يا رب قبل فوات الاوان. طيب مطلوب ايه؟ احنا نعمل ايه؟ نعمل اللي في ايدينا دلوقتي، ان احنا نوصل صوت والمعلومات دي باسرع وقت ممكن لاكبر وقت ممكن لاكبر حد. بصوا في ناس بتقولي طيب وصلهم يا جماعه، المعارضه والثوره مش طرف واحد، دي اطراف كتيره دلوقتي. وانا اذا كنت عارف مثلا صحفيين 2 ولا 3 ولا 4 من اللي موجودين انا بوصل، لكن مش بس ده، مش كفايه كده، انت كمان بتتكلم لان مثلا الاسماء اللي احنا ذكرناها بتاع السجانين دول اللي هتعرف عليهم الاهالي كمان فيهم ناس كانت معتقله، فبتطلع ممكن تتحرك، اللي جنب السجن هيروح بسرعه يقول لهم يا جماعه المدخل اهو، فاهميني؟ فالقصه في ان احنا ننشر علشان بنوصل لعامه الناس وكل الاطراف، سواء كانوا من الثوره، سواء كانوا من حكومه الانقاذ او الحكومه الحاليه، او ايا كان مسؤول. يعني الدفاع المدني موجود دلوقتي بس مش عارف يعمل حاجه برضو. زي ما قلت لك اللي عامل الكلام ده عامله 2009 خدمه لبشار، وعامله ليه؟ هو بيعمل ده كله ليه؟ تحت الارض وابواب سريه، علشان لما ابن الحرام ده يقع محدش يوصل للمعتقلين دي، عشان لما يطلعوا هيخلوا كل ولاد الحرام دول مجرمين دوليين عملوا جرائم حرب، وبالتالي روسيا رجلها هتيجي زيادة مع رجلها جاية، وبالتالي مش بس بشار وعيلته، لا ده المجرمين كلهم اللي كانوا موجودين في السجن ده من سجانين وقيادات امنية كله هيجي، ده غير اللي بيدعمهم من دول العربية والاجنبية. فالحكاية كان عايزين يقفلوها خالص، يدفنوا الناس بالحقيقة. ويا جماعة تاني اللي قلبه مرهف معلش جمد قلبك شوية يا حبيبي، وشوف الجرائم او اللي نشر من الجرائم وانشرها، مش تشوفها عشان الناس خلاص اللي حصل، لكن اللي المفترض يحصل لازم يحصل، وهي ان الكلام ده ما ينفعش يتكرر تاني ابدا. المشكلة الكبيرة دلوقتي
ان ده قطرة بحر. احنا بنتكلم على سوريا، طب بقية الدول العربية وسجونها ومعتقلاتها بيحصل فيها ايه؟ ايه اللي بيحصل ده يا عرب؟ هو في ايه يا جدعان واحنا مش بني ادمين؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. عموما انا مش هطول اكتر من كده، عايز الكل يقوم بدوره. بالله عليكم الفيديو ده ما يقف عندك، انقله، وانا هحط تحت التعليقات اللي هي على الفيديو اللي فات تحت الفيديو ورابط الفيديو اللي فات، بحيث ان الحقيقة توصل كلها. اللهم اني قد بلغت، اللهم فاشهد. السلام عليكم.